السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم غنوجدوا بيتزا بلا صوص بلونش مختلفه على لا صوص طوماط، كتجي زوينه ولا باط ديالها كتجي هشيشه، ولا جربتوها غتوليو مدمنين عليها بحالي. نخرجوا شويه من لا صوص طوماط اللي كنا معتادين عليها، ودغيا كتحضر والمقادير ديالها حتى هما ساهلين. بالنسبه للحشوه كنحتاجو فيها واحد 2 حبات ديال الفلفله مقطعين صغار، فرماج حمر ولا الموزاريلا اللي عندكم، علبه ديال الطون، الزيتون. وبالنسبه لاصوص بلونش كنحتاجو فيها 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 فرماجات، 2 معالق كبار ديال النشا ولا ديال الدقيق، ونسيطرو ديال الحليب. ناخذ غير نصف ديال اللتر ديالو. بالنسبه للعجين عندي هنا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق فورس وكاس واحد ديال الفينو. انا ديما كنزيد الفينو لحقاش كيجي زوين في لاباط. الدقيق فورس بوحدو ما كيجيش زوين، ديما زيدوا في الفينو كيجي زوين. كندير معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملح، 2 معالق كبار. هنا انا درت غير زيت نباتيه، الا عندكم زيت زيتون ديروها، انا كنقضي بالموجود اللي عندي. هنا معلقه ديال الخميره فوريه صافي، وكنعجنها بالحليب دافي. هذا الحليب دافي هو اللي كيخلي لاباط كتجينا خفيفه ومهويه. تقدروا تعجنوها بالماء، ولكن الا كان الحليب يكون احسن. صافي غادي نجمع العجينه ونخليها ترتاح حتى تخمر، عاد باش ناخذها ونشكلها. يا اما غندير وحده كبيره ولا نقسموها على 2 اللي بغيتو، نتوما ليكم الاختيار. هنا غادي نمشيو باش نوجدوا لاصوص بلونش. غادي نديروا الزبده نخليوها حتى تذوب. الطريقه ديال لاصوص بيشاميل نفسها. نزيدوا من بعد النشا، نبقاو نحركوا بشويه بشويه، سواء النشا سواء الدقيق اللي موجود، بجوجهم كرا عندهم نفس الدور. صافي من بعد كنبداو نزيدوا الحليب بشويه بشويه. صافي حتى كنكملوا الكميه ديال هذيك نصف لتر اللي عندنا. من بعد كنزيدوا شويه ديال البزار، وكنزيدوا شويه ديال الملح، الزعتر حتى هو الا موجود حتى هو نديرو شويه. وفي هاد لاصوص حتى البودره ديال الثوم الا كاينه كنزيدوا واحد نصف معلقه صغيره حتى هي كنزيدوها. انا ما عنديش، ما بغيتش ندير هذيك اللي طريه كتكون مجهده شويه. الا كاينه عندكم بودره ديال الثوم زيدوا نص معلقه صغيره. صافي من بعد مني كتقرب توجد لينا هاد لاصوص كنزيدوا عليها الفرماج. صافي غير كتغلى مور هذاك الفرماج ويذوب لينا، صافي كنطفيو عليها. صافي نخليوها تبرد. غادي ندوزو العجينه بعد ما خليناها طلقات. انا درت وحده كبيره، تقدروا تقسموها على 2 وتقرصوا من الوسط هو الاول وتدفعوا الجناب. بهذه الطريقه كتجي لاباط مهويه وكتجي بحال ديال المحلات اللي على برا. كندفعوا الهواء للجناب باش كيجي الجناب ديالها غلاظ والوسط كتجي رقيقه كتجي زوينه. جربوا هذه الطريقه راه كتجي زوينه بحال ديال المحلات على برا. صافي هنا من بعد ما قرصتها درتها في هاد الطاوه ديال الفرن. صافي غادي تشكوها بفورشيط غير باش ما تطلعش، حيت فيها معلقه ديال الخميره. من بعد غادي نديروا لاصوص بلونش، تخليوها حتى تبرد، ما ديروهاش سخونه باش ما تطلقش لينا هاد العجين لاباط. وبالنسبه للفرماج اي نوع عندكم، ديروا فرماج حمار، موزاريلا، اي نوع ديال الفرماج. بيتزا كيتواتاو معها الانواع ديال الفرماج كاملين. صافي غندير مورا الطبقه ديال لاصوص بلونش غندير موراها فرماج.
وغادي ندير الفلفله كنديرها غير خضره. كنت قبل نشحرها ملي كنكون غادا ندير بيتزا ديال لاصوص طوماط، ولكن هذه درتها خضره كطيب معاها مزيان. هنا غادي نزيد الطون حتى هو، كان عندي شويه ديال لدان فيمي حتى هو زدتو. تقدروا ديروا حتى طريفات ديال الدجاج تشحروهم وديروهم. الدجاج كيجي مع لاصوص بلونش كيجي زوين بزاف. تقدروا ديروا حتى طريفات ديال الدجاج تشحروهم وديروهم. الدجاج كيجي مع لاصوص بلونش كيجي زوين بزاف حتى هو. اي حاجه كاينه تقدروا ديروها مع هاد في بيتزا كيجي معاها كلشي صراحه. صافي من بعد غادي نديروا الزيتون حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين في البيتزا. ومن بعد كنزيدوا هذاك شويه ديال الفرماج اللي بقى لينا كطبقه اخيره. في هاد الاثناء كنكونوا مسخنين الفرن على درجه ديال 180 الفوق والتحت، ونخليوها واحد ساعه لاروم حتى طيب لينا من الفوق ومن التحت، كل واحد حسب الفران اللي عنده. كتجي زوينه ومحمره، ثقوا بيا جربوها راه غتوليو مدمنين عليها. وما تنسونيش بالتعليقات والاشتراك، وبالصحه والعافيه.